الشخص النرجسي. هنتكلم عن الموضوع ده، بس للأسف الموضوع ده ممكن يزعل ناس كتير من بعض. بس من أول ثانية لازم أوضح حاجة مهمة: مش معنى إن حد بيحب نفسه يبقى نرجسي، ومش معنى إن حد واثق يبقى مريض، ومش معنى إن حد عنده إيجو يبقى عنده اضطراب شخصية. لأن في فرق كبير جدا بين صفات نرجسية ممكن تكون موجودة بدرجات مختلفة عند ناس كتير، وبين اضطراب الشخصية النرجسية اللي بيبقى نمط ثابت وعميق ومؤثر على الحياة والعلاقات بشكل واضح. بس قبل أي حاجة خليني أحكي لك القصة من الأول خالص. زمان جدا كان في أسطورة يونانية عن شاب اسمه نارسيسس. الراجل ده كان وسيم جدا لدرجة إنه بقى مبهور بنفسه، وفي يوم شاف صورته في المية فتعلق بيها ومعرفش يبعد، ومن هنا طلع اسم النرجسية. لكن يا صديقي، في علم النفس النرجسية مش مجرد واحد عجبه شكله، لكن هي إن الشخص يبقى عنده صورة متضخمة جدا عن نفسه، دايما حاسس انه اذكى واهم واحق بمعامله خاصه اكتر من غيره. فالشخص ده ممكن يبان من بره انه قوي جدا، واثق جدا، عارف قيمته كويس، كلامه كبير، وزي ما بنقول كده حضوره مالي المكان. تحسه داخل اي قعده وهو النجم الرئيسي في القعده دي، ولو ما خدش انتباه كفايه يحس ان في حاجه غلط. بس الغريب ان الشكل القوي ده مش دايما بيبقى قوه حقيقيه، لان في ناس كتير بالشكل ده من جوه عندهم هشاشه فوق ما تتخيل. يعني من بره يقول لك انا تنين مجنح، انا مميز جدا، لكن من جوه ما بيستحملش نقد، ما بيستحملش تجاهل، ما بيستحملش رفض، ما بيستحملش اصلا انه يحس ان في حد تاني اهم منه في اللحظه دي. وعشان كده الشخص ده اول لما الغرور بتاعه بيتجرح ممكن تشوف نسخه تانية خالص، نسخه فيها غضب، استحقاق، تقليل منك، اهانه غير مباشره، برود، او تجاهل تام لمشاعرك. وده للاسف لان واحد من اخطر ابعاد النرجسيه ان الشخص اصلا ما بيبقاش شايف الناس كناس، بيبقى شايفهم كادوار في حياته. خليني اوضح لك: واحد يمدح، واحد تاني يسقف، واحد يشيله الغلط، واحد اي وقت يلاقيه متاح، وواحد يفيده وقت ما يحتاجه. يعني العلاقه بالنسبه لي ممكن تبقى مشاركه اقل واستخدام اكتر. وعشان كده اغلب الناس اللي حواليه بيقولوا نفس الجمله تقريبا: انا طول الوقت لازم اخد بالي منه، انا لازم اختار كلامي كويس جدا، انا لو فكرت ازعل هيقلب زعلي ضدي. واشطر حاجه بيبقى شاطر فيها يعني ان اغلب الناس لما بتخش معاه في نقاش او حوار دايما يطلعهم غلطانين. وكمان اغلب الناس اللي حواليه بتحس انها لازم تصغر من نفسها عشان ما يحسش ان حد بيحاول يعلي عليه او يعلو عليه. وده لان الشخص النرجسي غالبا عنده مشاكل حقيقيه مع التعاطف، فمش بسهوله يشوف احتياج غيره بنفس جديه احتياجه هو. ودي من السمات الأساسية اللي بتظهر في اضطراب الشخصية النرجسية: إحساس بالعظمة، احتياج للإعجاب، استحقاقية، وصعوبات واضحة في التعاطف والعلاقات. طيب أكيد هتسألني هل النرجسية شكل واحد؟ فالحقيقة لا، في نوع بيبقى واضح وصريح، والنوع ده اللي بيدخل المكان يحب يسيطر، يلفت الانتباه، ويبقى محور الكون زي ما بنقول كده. وده اللي بنوصفه بالنرجسية الظاهرة. وفي نوع تاني مش بيبقى بنفس الوضوح، او بنقول عليه مخفي، هو شكله كويس من بره او هادي من بره، بس من جواه دايما حاسس انه مختلف جدا ومش واخد حقه وسريع الاهانة وحساس جدا للنقد. وده قريب من الصورة اللي بعض المتخصصين بيوصفوها بالنرجسية الضعيفة او الهشة. الاتنين مختلفين في الشكل، لكن بيجمعهم شيء واحد، وهو ان الذات عندهم محتاجة تغذية مستمرة من بره. زي ما قلنا: اعجاب، انتباه، تقدير، احساس دايما ان هم مميزين. بس الفكره بقى ان لو ده ما حصلش يبدا بقى غضب شديد جدا، احتقار، او انسحاب مؤذي، او يبقى عدواني جدا. وعشان كده المرض ده غريب جدا، واللي عنده ممكن يحس انه تمام، لكن للاسف اللي حواليه هم اللي بيتوجعوا. يعني ممكن الشخص يبقى شايف نفسه عادي جدا، ومش بس كده، شايف ان المشكله في الناس كلها ما عدا هو، فدايما يقول هم اللي مش فاهميني، هم اللي بيغيروا مني، هم اللي مش مقدرين قيمتي. لكن الحقيقه للاسف ان وجوده في حياه ناس كتير
التفكير بيبقى مرهق جدا جدا نفسيا. طيب هل ده معناه ان كل نرجسي عنده اضطراب شخصية نرجسية؟ الحقيقة لا، وده مهم جدا. ولان التشخيص مش بيتقال من فيديو او من بوست او من موقفين ثلاثة في اي علاقة، فاضطراب الشخصية النرجسية هو تشخيص نفسي وبيحتاج تقييم من متخصص، ولازم يبقى فيه نمط ممتد في مواقف كتير جدا ومسبب مشاكل كتير جدا في الشغل، في العلاقات او في الحياة عموما. يعني ببساطة مش اي شخص متعب يبقى عنده اضطراب. وعلى فكرة دي نقطة ناس كتير مش فاهماها، مش لازم يكون عنده تشخيص رسمي علشان تأثيره عليك يبقى مؤذي. ودي نقطة للأسف ناس كتير مش فاهماها، وأحيانا ناس كتير بتتوه في السؤال ده، هل هو متشخص أو لا؟ هل هو عنده disorder فعلي ولا دي مجرد صفات مش أكتر؟ مع إن أنا شايف السؤال الأهم هو وجوده في حياتك عامل فيك إيه؟ هل بيقلل منك؟ هل بيخليك شاكك في نفسك طول الوقت؟ هل بيحسسك إنك طول الوقت لازم تثبت نفسك؟ وهل بيستخدم حبك ليه ضدك أو بيسيء استخدام الحب ده؟ وصدقني مهما كان الاسم فالضرر هو الضرر. طيب سؤال تاني، هل الشخص النرجسي بيبقى سعيد؟ في حالات كتيرة لا. المصادر الطبية بتوضح ان الناس اللي عندها النوع ده من الاضطراب ممكن يبقوا محبطين جدا ومش راضيين اغلب الوقت لو ما اخدوش الاعجاب او المعاملة الخاصة اللي هم متوقعينها. وعشان كده اغلب علاقاتهم بتكون مضطربة وغير مرضية، وعندهم الحاجة المستمرة والملحة ان حد في حياتهم دايما يقول لهم انت مهم جدا، انت الافضل، انت مختلف عن اي حد. طيب اكيد هيجي سؤال في دماغك، بيجي منين الموضوع ده اصلا او ايه سببه؟ بصراحة مفيش سبب واحد، في عوامل وراثية محتملة او عوامل بيئية كمان. زي عندك مثلا بعض المصادر بتقول ان المبالغة في تمجيد الطفل او نقده بشكل غير مناسب ممكن يكون سبب من الاسباب. كمان بعض انماط التربية الباردة او المسيطرة ممكن تلعب دور كبير جدا في تكوين السمات دي. لكن في الاخر هي قصة معقدة جدا ومفيش سبب واحد مباشر للموضوع ده. طيب العلاج الاساسي في الحالة دي هو العلاج النفسي. الهدف منه اكيد مش انه يبطل يحب نفسه، لكن بالعقل، وانه يبدأ يشوف نفسه بشكل اكتر او اقرب للواقعية، ويبدأ يتحمل النقد والفشل بشكل افضل، ويتعلم التعاطف الحقيقي، ويبني علاقات مش قايمة على الاستغلال او التغذية المستمرة للايجو بتاعه. اما الادوية فهي مش علاج مباشر للشخصية نفسها، لكن ممكن تستخدم في حالة ان في اعراض مصاحبة زي الاكتئاب او القلق. بس هنا المشكلة الكبيرة، اغلب الناس دي ما بتشوفش نفسها اصلا محتاجة لاي علاج، شايفين دايما المشكلة في الشريك او في الاسرة او في المجتمع او الناس اصلا مش هم اللي مقدرينه. وللاسف عشان كده احيانا التغيير ما بيبدأش غير بعد خسارة كبيرة جدا، زي علاقة باظت، الشغل راح، او ازمة متكررة خلت النمط ده يبان بشكل اوضح. ولو انت بتتعامل مع شخصية زي دي فاهم حاجة تعرفها انك مش هتصلحه بكتر الشرح ولا بالتضحية المستمرة، ولا انك للاسف تفضل كل يوم تحاول تثبت له قد ايه انت بتحبه. لكن اللي يفرق فعلا في الموضوع ده هو انك تحط حدود، وانك تبقى شخص واضح، وانك ما تسيبش صورتك عن نفسك مرهونة برد فعله. وده لان واحدة من اخطر الحاجات في العلاقات دي ان الطرف التاني بيبدأ يضيع من نفسه واحدة واحدة. وفي الاخر لازم نفتكر ان مش كل شخص اناني هو نرجسي، ومش كل شخص نرجسي عنده اضطراب شخصية نرجسية. لكن اي شخص يطلب الاعجاب طول الوقت وبيعتبر النقد اهانة وبيستخدم الناس بدل ما يحس بيهم او يشعر بيهم، وبيحتاج دايما معاملة خاصة كأنها حق مكتسب طبيعي، فده شخص لازم تفهم نمطه كويس. لان الفهم هنا مش عشان بس تسميه، الفهم هنا عشان يحميك انت، يحميك انك تعرف امتى تتكلم وامتى توقف وامتى تحط حدود، وامتى تفهم ان المشكلة مش دايما فيك انت، لكن المشكلة في شخص عمره ما شاف الناس فعلا كناس، هو شايفهم مجرد مرايات في حياته. بس كده، سلام.